تريكات في افتر افكت هتغير منتجك للابد. في الفيديو ده هنشوف مع بعض افضل 5 تريكات على افتر افكت، ولو فهمتهم كويس وطبقت معايا اوعدك هينتقل مستواك في المونتاج لحته تانية خالص. فركز معايا وكمل الفيديو ده للاخر لاني سايب ليك مفاجاه مهمه جدا في اخر الفيديو. ويلا بينا على الشغل. اول حاجه احنا عندنا عنصر الايد دي اللي احنا هنطبق عليها زي ما تقول كده التريكات بتاعتها. هنضيف افكت اسمه لايت سويب. حلو جدا. الافكت ده جامد جدا وفايدته باختصار شديد ان انت بتعمل زي لمعه كده للعنصر. تقدر تتحكم في اعدادات الافكت ده وتعمل منها زي ما تقول كده انيميشن لمعه بسيط جدا، وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي رهيب جدا. هندخل هنا عندنا هنزود الويتس كده بالشكل ده، هنزود الانفستي برضو كده كده يا اسطى زي الفل. على شويه كده زي الفل. حلو. هنجيب السنتر ونجيبه من يمين كده خالص، نقلله، ممكن نديله 0 لو عايز، نديله بقى ايه نفعله الساعة الحلوة دي. حلو. هنا هنضغط عليها كليكين، ادينا واقفين هنا. حلو. مشينا شوية كده ونعمل هنا كي فريم تاني، حركها بالشكل ده كده. بقى عندنا انيميشن لمعة جميل جدا للايد، وتعرف تعمل بيه بقى على الجرافيك، على نصوص، على اي حاجة انت تحبها. ندخل دلوقتي على التريك رقم 2. والتريك رقم 2 بتاعنا باختصار شديد هو في افكت تاني اسمه كي لايت. هو ده كده. اول ما بتختار الافكت ده بتقدر تيجي من هنا على سكرين كولر وتقوم مخليه نفس اللون اللي موجود في الخلفية. واول ما تختار اللون ده هتلاقي ان هو حذف اللون اللي موجود في الخلفية. يعني باختصار لو حبيت تيجي تضيف خلفية مثلا وراه بالشكل ده كده، هتلاقي الخلفية ظهرت وراه واختفى اللون الاخضر. الافكت ده مشهور جدا وكان لازم اقوله موجود معنا في الفيديو. ودي بيستخدمها اليوتيوبرز لما يحبوا يعني يختصروا على نفسهم وقت، بدل ما تعمل الانيميشن بتاع السبسكرايب ده من اول من الصفر. لا، انت ممكن بكل بساطة ان انت تدخل على يوتيوب وتحمل كل الجرين سكرين اللي انت عايزها، وتيجي بافكت الكي لايت ده تشيل وتظبط الدنيا معاك وبكل بساطة. ندخل على الافكت اللي بعده. التركه اللي بعدها في افكت اسمه موشن تايل، وده افكت فكرته ان انت ممكن تعمل خلفيه لا متناهيه من الصوره اللي موجوده عندك او الفيديو اللي موجود عندك. خلينا نوريك مثال. الفيديو زي اللي موجود عندنا ده فيديو لخلفيه بتتحرك جميل جدا. انت بقى بتيجي عايز تعمل الانيميشن بتاعك، الكاميرا بتكبر فيه وبتصغر فيه، فلما تكبر بتبان الحواف السوداء اللي موجوده هنا كده، وطبعا يعني شايف شكلها مش حلو خالص كده. فعايزين نخلي الخلفية الجميلة دي تكون موجودة على الحواف دي كلها، وتكون موجودة في الدنيا كلها، نظبط يعني كل حاجة. فاحنا هنفكر كده، طب يا ترى ازاي يعني هنسخها وافضل انسخها واحطها هنا فوق وتحت ويمين؟ قال لك لا، في افكت اسمه موشن تايل، ده حلو جدا. فكرته بكل بساطة ان انت بتيجي من هنا بتزود الرقم ده، بتلاقي بيضاعف لك الخلفية. يعني ممكن تيجي حتى لو قعدت تصغر في الكاميرا هنا كده هتلاقي ان الكاميرا كبرت معاك، وكمان شغل كده تلاقيه متناسق جدا، كأنك حرفيا يعني ناسخهم وحطهم جنب بعض ومظبطهم الدنيا زي الفل. كذلك ممكن نيجي عنده ونزود من الجناب بالشكل ده كده. شايف كده الصورة شغالة زي الفل معانا، قلب من الفل بس على فكرة تلاقي الدنيا معاك زي الفل. الصورة شغالة، تقدر تعمل زوم ان واوت بالكاميرا وكل حاجة انت نفسك فيها. نروح للإفكت اللي بعده. عندنا التأثير اللي بعده اسمه إفكت بندات، والتأثير ده باختصار تقدر تعمل منه انيميشنات رايقة جدا. عندنا مثال بسيط جدا، هندي هنا 1 كي فريم. حلو كده. نيجي بشوية ونقوم محلين القيمة، هتلاقي الإزازة بقت تعوج كده زي ما انت شايف. تقدر تعمل الإفكت ده بشكل مستمر على العنصر بتاعك عشان تلاقي يعني زي ما تقول كده حاجة عندك بي ان جي، تقدر تخليها تحس ان فيها روح كده، فيها حركة. وطبعا ان انت تعمل ايزي كده هتلاقي الإفكت معاك سموث جدا كده. كده تقدر تعمل العكس بقى، تجي من هنا راح الناحية التانية كده. طبعا مفيش ازازة عصير بتتحرك زي كده، بس انت في المشهد بتاعك هتحتاج ان انت تحرك العناصر بشكل ما يكونش ممل للمشاهد.
زي ما انت شايف كده. ودلوقتي هنروح للإفكت اللي بعده، وده آخر إفكت معانا. دلوقتي جه الدور إن احنا نعمل التركية الأخيرة، والتركية الأخيرة بكل اختصار هتكون عبارة عن إفكت كذلك. هذا الإفكت هيكون الديب جلو. حلو جدا. ديب جلو أول ما تضيفه هتلاقي العنصر لمع بالشكل الجميل جدا ده. حلو. انت تيجي عندك بتقوم مقلل الاكسبلور كده، تخليه كده، هتلاقي العنصر بيلمع بالشكل الرايق جدا كده. يعني تخيل انت عندك مشهد احترافي عايز تطلع فيديو فايرال، لازم تخلي الفيديو ده فيه جلو. خلينا متفقين على عناصر، على المشهد كله. يعني انت تدمج بقى بين الفينديت مع الجلو مع الكلام ده كله، هتطلع معاك حاجة جامدة جدا. يعني شوف احنا كده من الافكت اللي احنا عملناه الجلو ده مطلع للحاجة شكل معين. طبعا تقدر تعمل الافكت الجلو ده لجرافيك، لنصوص، لاي حاجه، ومشهور جدا. بالمناسبه بقى افكت الديب جلو ده مش موجود اصلا في افتر افكت كله من اول لاخر. ليه بقى؟ لان الافكت ده مدفوع والناس بتشتريه. حلو. فانا هسيب لك في رابط الفيديو ده، فعشان انت راجل جدع وكملت معايا الفيديو لحد هنا، هسيب لك في اول تعليق مثبت رابط تحمل منه افكت الديب جلو وتحطه عندك في الافتر افكت وتستمتع، بدل ما تجيب افكت الجلو العادي وتتعذب عبال ما تظبطه يعني. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. شكرا ليكم ونشوفكم على خير. سلام عليكم.